بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة أولى إعدادي وفي تقييم جديد من تقييماتنا الأسبوعية. تقييمنا النهاردة تقييم الأسبوع الثالث على درس من دروس الدراسات الاجتماعية. يلا مع بعض نحل الأسئلة، والأسئلة مهمة جدا تركز فيها، ممكن تجيلك في اختبارات الشهور. ورقة عمل الحصة درس خصائص سكان قارة أفريقيا. السؤال الأول: أكمل ما يلي. تنتشر بشرق أفريقيا اللغة. إيه اللغة اللي بتنتشر في شرق أفريقيا؟ اللغة السواحلية، يبقى هنكتب اللغة السواحلية. السؤال الثاني: اكتب ما تشير إليه العبارة. أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 88 طبعا نجيب محفوظ. السؤال الثالث: صواب أم خطأ مع التصويب. ارتبطت الموسيقى منذ القدم بالطقوس الدينية في قارة أفريقيا. طبعا العبارة عبارة صحيحة، يبقى هنعمل صح. نشوف السؤال اللي بعده. اعطي مثالا لاهتمام قارة أفريقيا بالحفاظ على التراث الثقافي. في كذا اهتمام، هناخد واحد حيث جاء في شعار قمة الاتحاد الإفريقي بعنوان الفنون والثقافة والتراث أدوات لبناء أفريقيا التي نريدها. ده شعار قمة الاتحاد الإفريقي. السؤال الخامس: دلل على صحة العبارة التالية: وصلت قارة أفريقيا إلى العالمية في التراث الأدبي. حيث حصل أدباء من قارة أفريقيا على جائزة إيه؟ على جائزة نوبل، زي ويلي سوينكا ونجيب محفوظ. حيث فاز بعض الأدباء بجائزة نوبل مثل ويلي سوينكا ونجيب محفوظ. ورقة الواجب المنزلي. السؤال الأول: بما تفسر تعاني قارة أفريقيا من انتشار بعض الأمراض. ليه قارة أفريقيا بتنتشر بها بعض الأمراض؟ لكذا سبب: بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحية في معظم دول القارة. السؤال الثاني: دلل على صحة العبارة. تتعدد الحرف التراثية التي تعبر عن هوية القارة الإفريقية. طبعا في حرف تراثية كتيرة، حيث توجد صناعات وحرف تراثية متعددة مثل الفخار والخزف والجلود والمنسوجات والأواني والحلي والأخشاب. يبقى تتعدد الحرف التراثية. السؤال الثالث: ما العلاقة بين الاستعمار الأوروبي واللغات بقارة أفريقيا؟ هنقول حيث تنتشر اللغة الإنجليزية في جنوب أفريقيا بسبب الاحتلال البريطاني، وتنتشر اللغة الفرنسية في وسط وغرب أفريقيا بسبب الاحتلال الفرنسي. السؤال الرابع: أكمل ما يلي. ساعد انتشار الإسلام بقارة أفريقيا على انتشار اللغة. طبعا اللغة العربية بسبب الهجرات العربية وانتشار الإسلام. السؤال الخامس: ما النتائج المترتبة على انخفاض عدد الأطباء والممرضين بالقارة الأفريقية؟ أدى ذلك إلى انتشار الكثير من الأمراض مثل مرض الملاريا والإيدز ومرض السرطان وأمراض أخرى. الورقة الثالثة ورقة التقييم الأسبوعي، دي أهم ورقة عندنا. 3 مجموعات. المجموعة الأولى: ما النتائج المترتبة على انتشار الإسلام في شمال قارة أفريقيا؟
أدى إلى انتشار اللغة العربية في شمال أفريقيا. السؤال الثاني: بما تفسر انتشار اللغة الإنجليزية والفرنسية في بعض الدول الإفريقية؟ طبعا بسبب تعرض بعض الدول الأفريقية للاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي. السؤال اللي بعد كده: اكتب ما تشير إليه العبارة. من الأمراض المنتشرة في أفريقيا والتي تنتقل بواسطة ذبابة تيسي مرض النوم. أكمل ما يلي. تنتشر لغة الماندي بأفريقيا. في لغة الهوسة ولغة الماندي بتنتشر فين؟ طبعا بتنتشر في غرب أفريقيا. دلل على صحة العبارة. ارتبطت بعض الفنون الإفريقية بالطقوس الدينية بأفريقيا منذ القدم. طبعا فن إيه؟ فن الموسيقى، حيث أن الموسيقى ارتبطت بالطقوس الدينية، وكان الرقص على أنغام الطبول وسيلة للتقرب من المعبودات الإفريقية. المجموعة الثانية: ما النتائج المترتبة على الاستعمار الإنجليزي والفرنسي لقارة أفريقيا؟ أدى إلى انتشار اللغة الإنجليزية في جنوب أفريقيا وانتشار اللغة الفرنسية في وسط وغرب أفريقيا. السؤال الثاني: بما تفسر انتشار اللغة العربية في شمال قارة أفريقيا؟ طبعا بسبب الهجرات العربية أو هجرة القبائل العربية وانتشار الإسلام في شمال أفريقيا. السؤال الثالث: اكتب ما تشير إليه العبارة. روائي نيجيري اشتهر بدفاعه عن الهوية والثقافة الإفريقية وحصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 86. طبعا الروائي ويلي سوينكا نيجيري. أكمل ما يلي. من اللغات التي تنتشر بجنوب أفريقيا نتيجة الاحتلال؟ طبعا اللغة الإنجليزية نتيجة الاحتلال البريطاني. دلل على صحة العبارة. تتعدد الحرف التراثية التي تعبر عن هوية القارة الإفريقية. طبعا حيث توجد العديد من الحرف التراثية مثل حرفة الفخار والخزف والجلود والمنسوجات والأواني والأخشاب. المجموعة الثالثة: ما النتائج المترتبة على انخفاض مستوى الخدمات الصحية لقارة أفريقيا؟ أدى إلى إيه؟ أدى إلى انتشار الأمراض أو العديد من الأمراض مثل مرض النوم والإيدز والملاريا والسرطان وغيرها من أمراض سوء التغذية. بما تفسر تعاني قارة شعوب أفريقيا من مجموعة من الأمراض. بسبب إيه؟ بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحية لقارة أفريقيا. اكتب ما تشير إليه العبارة. أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل في الأدب؟ طبعا الأديب نجيب محفوظ. السؤال الرابع: أكمل ما يلي. حصل الأديب على جائزة نوبل دفاعه عن الثقافة الإفريقية وحمايتها من تأثير الاستعمار. طبعا الأديب ويلي سوينكا النيجيري. آخر سؤال معنا دلل على صحة العبارة. تعمل مصر على تعزيز التعاون الثقافي مع دول إفريقيا. مصر عملت إيه عشان تعزز التعاون الثقافي؟
الفني مع دول أفريقيا، حيث تقوم مصر بتنظيم الفعاليات المتخصصة في الفنون، مثل ايه اللي نظمته؟ مثل المهرجان العربي الإفريقي للفنون الشعبية، ده مصر نظمته، ومهرجان تاني اسمه مهرجان الطبول والفنون التراثية. وبكده أبقى خلصت معاكم تقييم الأسبوع الثالث. تابعوني في بقية التقييمات، مع تحياتي مستر جبر.